كيف تزيلون بسرعة اليوريك أسيد المليح والملوحات من أجسامكم لمنع آلام والتهابات المفاصل والنقرس؟ يسبب اليوريك أسيد الملوحات الفشل الكلوي والتهابات المفاصل وداء النقرس وآلام المفاصل، والواقع أن آلام المفاصل قد تصبح مزمنة إن لم تعالج، كما أن النقرس سيتغلغل في الجسم وهذا بدوره سيؤدي إلى التهاب المفاصل. النقرس مرض استقلابي ينتج عن كثرة تراكم اليوريك أسيد الحمض البولي في القدمين، يعقبه نوبات ألم شديد. إن عدم معالجة اليوريك أسيد يسبب التيبس والتورم. بعض الناس يصابون بألم حاد فورا، وهذا الألم يأتي نتيجة كثرة تراكم اليوريك أسيد العائد إلى فشل الجسم في التخلص من الفضلات بالشكل الكافي، كما أن اختلال عمل الكلى مرتبط بعدم قدرة الجسم على التخلص من اليوريك أسيد، وعندئذ يبدأ اليوريك أسيد بالتراكم حول المفصل مسببا للالتهابات. يمكنك أن تزيل اليوريك أسيد بعدة طرق، وهذا ما سيحسن وضعك الصحي بشكل إجمالي. أدخل بعض التغييرات إلى أسلوب عيشك وغذائك لتستطيع البدء بتغيير وضعك الصحي. زد من استهلاك الخضار والفواكه، واستهلك الأطعمة البحرية واللحم الخالي من الدهن. تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات والكحول والدهون المشبعة. زد من شرب الماء لمساعدة جسمك على التخلص من السموم. استهلك العصائر الخالية من السكر والزهورات. استهلك العصائر الخالية من السكر وأيضا الزهورات. إليك بعض الوصفات المساعدة. البيكنج صودا مرشح ممتاز للتخلص من اليوريك أسيد. ضع في كوب من الماء نصف ملعقة صغيرة من الكربونات أو البيكنج صودا. أضف ملعقة صغيرة إلى كوب من الماء في حال أصبت بنوبة نقرس فجائية. الماء مع الحامض يجعل بيئة الجسم قوية ويساعد على تجنب عدد من المشاكل الصحية كالنقرس والتهابات المفاصل. الماء مع الليمون الحامض يمنع تكون اليوريك أسيد. اعصر نصف ليمونة حامضة في 200 ملم من الماء الحار واشربها كل صباح على معدة فارغة. لخل التفاح نفس تأثير الليمون الحامض، فهو يحفز على إزالة اليوريك أسيد من الجسم. يكفي أن تحرك ملعقة كبيرة من خل التفاح في 200 ملل من الماء فتستهلكه قبل الوجبات. إنها وصفة ممتازة لمنع التهابات المفاصل والنقرس. الكركم هو أيضا غني بمادة الكركمين، وهي مادة مضادة للالتهابات ولها دور في الوقاية. البروملين الموجود في الأناناس هي مادة مضادة للأكسدة، لها قدرة على تسكين الألم. بذور الكتان غنية بالفوائد الصحية، وهي أيضا مقاومة لليوريك أسيد. في النهاية نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.